السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. ان شاء الله بهذا المقطع راح نجرب تشريب البانيه، وطبعا ويا هاي تفاحتين، هاي التفاحه الاولى وهاي التفاحه الثانيه. طبعا من تفاحه، هاي تفاحه شو قدامكم، اللي هم احنا نسميها بالعراق بصل، طبعا غير البلدان يسموها تفاح. شو قدامكم شباب؟ حاليا انا اموت على البانيه، طبعا شباب اموت على البانيه. طبعا ما سويت خبزتين وتقريبا اقل من نص كيلو لحم وياها. ليش؟ لان اذا زيدت اكثر صراحه شباب ما اقدر اكل صراحه، وحرامات ليش بالاكل. خلينا نبدا يا شباب. شوفوا قدامكم شباب، هاي اللحمه الصغيره نونة. طبعا شباب انا ما احب اللحم، احب الدجاج اكثر، بس بالباني لازم لحم. ما يصير واحد يحط دجاج ما دجاج. هسه نسوي لنا اول 3D نحطه هنا. هسه نسوي لنا من هنا هاي حركات. بس انا ليش تاخذ من قدام؟ ليش ما اخذ من ورا؟ والله يعني غلط. لازم واحد بابا قدام الناس ما ادري شلون الف الخبزه. والله ما ادري قدام الناس ما شلون اكل. مستحيل يا شباب. طبعا هاي قدامكم مرتبك مرات. بالحقيقه اعرف اكل طبعا، اكو واحد بياكل بيديه، بس قدامكم ما الصراحه. حتى بالاكل ما أعرف شلون اقص الاكل، وهاي بتعرفون بارتباك بالتصوير. بسم الله. انا مو تلفزيون اني، هذا تلفزيون مال بانية. طبعا انا اكل من كل من قدام مو من ورا. ليش؟ لان من قدام ما يعلى الخبز. انا احب الخبز يصير يابس، ما احبه كلش متغرق بالمرقه. قطع منها لحمايه. طبعا شباب اللحم العراقي يصير احمر، ما يبين قدامكم. شوفوا يصير احمر، يقطع بسرعه. طبعا صراحه شباب انا احب اللحم يكون شويه يعلج. ما اعرف صراحه، ما اعرف الناس يحبوه معي، انا احب يعلج. طبعا شباب انا ما احب الشحم.
هذا الشحم اللي يصير هذا هنا، هذا الشحم، بس راح اجربه. أيوة، اموت من عندي انا اللي ولا هذا ما احبن. بالكباب احبه يصير طعم طيب، بس هيك سوالف لا. نجربه. طبعا شباب، اكو بعد هنا هم من شويه، هنا همين اكو. طبعا شباب هذا شويه اللي قليله باللحم العراقي، يكون اللي قليله باللحم، ما اعرف الصراحه. مثلا الطري السوري او الطري غير الدول ما يصير يصير بيليه بكل اجزاء جسمه، بس بالعراق يكون اللحم بمكان واحد. ما عجبتني، دائما انا اللي قلت لكم هي ما احبها، موت من عليه. غير طعم اللي باللحمه. يعني تنزل اللحمايه. طبعا شباب انا اموت على العظام، حطوه ببالكم يعني. هاي قدامكم، هاي حتى العظام ماكله. يعني حتى بدي العظام مال دجاج اموت على العظام، ما اعرف الصراحه. هو اطيب شيء الصراحه. والله شباب شوفوا هاي يسمونها، هاي اللي يصير هيجي يسمونها عضعاضه، يمكن اي عضعاضه هاي. هاي ليه خراب لنا. ما احب اللي خراب لنا. هاي ثاني مره انضرب بوري بهذا المقطع. شباب والله اللي يلعب ما احبها، استغفر الله. طبعا هي طيبه بس بالتشاري، بس ما احبها انا الصراحه. انا ليش اكره اللحم؟ اكره اللحم على مود هاي السالفه. تطلع لي اللي بدون مالي، هسه عبالي عضعاضه فرحت اني. احب العضعاضه هاي ظلت عليك. طبعا شباب تروحوا حطوه ببالكم. اكو بعض اليوتيوبرين مثلا يجيب قدامه مثلا 5 كيلوات لحم او 6 كيلوات لحم، يحط له مثلا 20 خبزه او 15 خبزه، يحط له لحم هواي. طبعا هذا كذب، ما يقدر ياكل هالقد البشر. حقيقه يا شباب البشر ما يقدر ياكل. يعني اذا هو مثلا وزنه مثلا 70 كيلو او 80 كيلو، معدته ما تتحمل اكثر من كيلو او كيلو ونص. هذا اقصى شيء، يمكن اقل بالاكل يعني، يمكن اقل. هذول يقطعون بالفيديو، يسرعون المقطع بالتسريع. انا اقدر اسويها هسه بالتسريع. انا احكي وياكم اقدر اسوي حركات والاكل اكله هيجي. انا ما حطيته بحلقه اصلا تصير. طبعا هذول استغفر الله العظيم الشباب يذبون الاكل، يعني مثلا 4 كيلوات لحم 5 كيلوات لحم يذبوه بالياع، يحطوه بسطله بشيشياتين. هذول اليوتيوبريه دائما يعني يسوون تحديات. اي شخص يصير على المقطع لاي سبب يعني، اذا كان مثلا يسوي مقطع مثلا اقل من 10 دقائق، بس اكثر اللي يسرعون مقاطع يسوون تحدي هواي كبير، تحدي هذول يذبون الاكل. يعني ماكو واحد بشر يقدر يتحمل 7 كيلوات لحم 15 خبزه. ما اعرف شلون الشباب. لو ياكل مثلا
10 كيلو بقلاوة. انت كبشري هسه تجرب، هسه قاعد يمك كلها 5 بقلاوات او 6، اكل لك نص كيلو. هي صعبة هسه نص كيلو، بس اكل لك نص كيلو، شو يصير بجسمك؟ يمكن تتخربط. يعني سكر، تاكل لك 10 كيلوات. والله بحجة حاط يمي قهوة مثلهم. بس انا دا شكل ما شباب، حطيت قدامي، حاط قدامي اقل من نص كيلو لحم، وشبعت وزايد اصلا. اكو ناس يقدرون ياكلون كيلو لحم، شغله عاديه، اعرف هاي السالفه، ما انكرها. هذا المعده تكون كبيره ووزنه يصير فوق ال100 او جو ال100، بس ما ماكل ابد، مصايم. بس ياكل بس كيلو لحم، ما ياكل لا تشرب وياها. صعبه. حتى اذا لقيت واحد يقدر، بيها مجال تصير، بيها مجال. تقدر واحد ياكل مثلا مثل مالتي هسه الاكل حاليا، حاط له قرصين خبز تقريبا، وحاط له مثلا كيلو لحم، يقدر ياكله. اي يقدر ياكله، اكو هيك بشر انا صراحه اعرف. بس اكثر من هاي القابليه ما يصير، المعده ما تتقبل. شبعت. طبعا شويه اكلي مثلا تشوفون اكل من هاي الجهه، انا متعود اكل من هاي الجهه، على الجهه اليمنى. بس ذاك على اليسرى يعني عندي فرقاسه بحقي، خراب منها، شقتني شق هاي الفرقاسه. ما تطلع الفرقاسه صغيره جهه من الجهات من هاي بسبب الحراره، وتنضرب بوري. تقوم تاكل عوج، هسه انا اكل عوج، ما متعود اكل من هاي الجهه. الحمد لله.